كان بيفكر في ايه وجات له الفكرة منين لما بنى المكان ده؟ اهلا بيك من وكالة الغوري في القاهرة، بحييك. ورا الجامع الازهر في شارع التبليطة هتلاقي مبنى ضخم مستخبي وبابه كبير جدا يعدي جمل بحمولته. اسمها وكالة، حاجة شبه الكومباوند بس في عصر المماليك. كانت عبارة عن 4 أدوار وكل دور ليه وظيفة. المعماري اللي بناه راعى كل تفصيلة فيها عشان التجار اللي بيجوا القاهرة من كل بلاد العالم يلاقوا كل اللي محتاجينه هنا. الدور الأول عبارة عن محلات التاجر يقدر يعرض فيها البضاعة بتاعته براحته، والدور اللي فوقيه مخزن للبضاعة بتاعة التاجر. أما الصبيان والمماليك والناس اللي شغالة عند التاجر الغني ده ليهم دور لوحدهم يعيشوا ويسكنوا فيه. والتاجر لو جايب جواريه ومراته وعياله هنديله وحدة أشبه بفيلا علشان يعيش فيها، وبكده التاجر يقدر يجي ويعيش شهور في مصر من غير ما ينعى هم أي حاجة. وعشان كده مصر في الفترة دي كانت من أهم الأسواق في الشرق الأوسط والعالم. الوكالة حاليا عبارة عن متحف مفتوح للمشربيات وفن العمارة القديمة. تقدر تروح وتتفرج وتستمتع بالوكالة اللي بناها السلطان الغوري سنة 1504، وسعر التذكرة للمصريين 10 جنيه ولو طالب 5 جنيه، وللأجانب ب 100 جنيه، والزيارة من 9 الصبح لغاية الساعة 4 العصر. ودي واحدة من مجموعة مباني بناها السلطان قنصوة الغوري، ومنها الجامع اللي المصريين بيسموه الجامع الحرام، وده هحكي عنه في الفيديوهات الجاية. عشان كده ما تنساش اللايك والشير والفولو.